يا صباح الورد والفل والكشر المصري الجميل، صباح التوفير. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اول حاجه، كل حاجه هعملها في حله واحده ان شاء الله. هعمل الكشري المصري في حله واحده، طريقه حلوه قوي وسهله جدا، ومش هتخليكي توسخي حلل كتير اولا. ثانيا مش هتخليكي برضو تملي البوتاجاز كذا حله على النار وتاخد منك وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. اكنك بتطبخي شويه رز محمرين وبس، يعني اكنك بتعملي حبايه وحبايه، او رز اصفر، او اكنك بتطبخي اي رز طبيعي. تمام. اول حاجه معانا، انا حطيت كميه مناسبه من الزيت لكميه الكشري اللي انا هعمله. تمام. حطيت بقى كوبايتين من الشعريه، طبعا انا غاسله الرز وغاسله العدس ابو جبه ونقعاه نص ساعه، اهم حاجه يتنقع نص ساعه من غير سليق ولا حاجه. تمام. ومجهزه المكرونه التانية جنبي. الكوبايتين من الشعريه دول كوبايات عاديه، مجات عاديه خالص. انا بحط بالنظر بس، يعني عشان اللي عايز المقدار يقسم المقدار بالظبط. هدي لها تحميره يعني فاتحه شويه، مش غامقه قوي، لان لسه هشوح فيها المكرونه بتاعه الكشري اللي هي صغيره. وطبعا هحط الفصين التوم دول ليه؟ عشان يدوني ريحه الكشري المصري الخطير اللي بالثوم. تمام. طبعا مسافه ما انا حطيته الريحه جباره. هحط بقى المكرونه بتاعتنا الصغيره خالص اللي احنا جايبينها مع بعض في المشتروات اللي فاتت، لان ما كانش عندي. حطيت شويه برضو، حوالي كوبايتين او كوبايتين اللي حاجه بسيطه. تمام. كل حاجه بقعد اقلب فيها كده. اهم حاجه كل صنف هتحطيه تديله تقليبه او تشويحه. طب ليه انا بديله تشويحه؟ علشان خاطر يتغلف بالزيت، ما يعجنش معايا، يفضل على طول من غير تعجين، ما يعجنش يعني. تمام. هقلب برضو كوبايتين الرز اللي انا نقعهم ساعه، وهديلهم تقليبه مع الزيت ومع العدس ومع كمان مع قصدي المكرونات والشعريه. مجهزه ده كله. هبدأ بقى اضيف العدس بتاعنا المنقوع، وطبعا هصفيه كويس جدا. تمام. شايفين اديت له تشويحه. هبدأ بقى انزل بالعدس بتاعنا. العدس في ناس بتسلقه، يعني انا كنت الاول بحب اعمل كذا حله على النار، واحده للمكرونه المسلوقه، وواحده للرز بشعريه، وواحده للعدس، وواحده للحمص، وواحده للدقه، وواحده للشطه، وواحده للصلصه. تمام. شوفوا كميه حلل قد ايه. كنت بكره اليوم اللي بعمل فيه كشري مصري. الوقت بقى انا بعمل بقى ايه؟ بعمل الكشري المصري بتاعي، يعني بياخد معايا بالظبط يعني نص ساعه. تمام. ما بياخدش مني وقت ولا مواعين ولا اي حاجه في الدنيا. هديله تقليبه كويسه جدا، وهيشوح معايا تشويحه عشان ننزل بالميه بتاعته. الميه بتاعته عايزه تحطيها، انا بحطها من الفلتر والله، مش مغليه ولا سخنه ولا حاجه. تمام. نزلت بالميه بتاعتي، وهزود المعيار الميه شويه، اكني بطبخ رز، اكنك بتطبخ حله رز عاديه خالص. زودي المعيار شويه. طب ليه؟ عشان لسه في مكرونه سباكيتي هحطها على الوش. طب انا ما قلبتهاش ليه مع الخلطه دي؟ لان طبعا المكرونه هتتكسر معايا. انا هوصل لكم المرحله بتاعتها بتاعت السوا عامله ازاي، مستويه مظبوط ومن غير ما تعجن ولا تتهري. تمام. هنزل بقى بالمكرونه بتاعتي، وهحط الملح بتاعي. وطبعا المكرونه زي ما انتم شايفين انا جايبه لمتنا، ما جبتهاش الشهر ده، جايبها قبل كده يعني. فاكرين مشتروات رمضان؟ والله من ايام رمضان. يعني انا محافظه على الحاجه، بستخدم اللي بستخدمه بس. طب انا بحط بهارات ايه؟ حطيت كمون وكزبره. لو عندك توم وبصل بودر حطي توم وبصل بودر. طيب انا بحط دولت في الخلطه بتاعه الرز ليه؟ عشان هحطهم في الصلصه بتاعتي او الدقه والشطه، فهيبقى نفس الطعم الخطير اللي احنا متعودين ناكله في المحلات. تمام. هنزل بقى بباقي التوم علشان يديله طعم، التوم اللي هو الني بقى عشان يديله طعم، التوم بجد يبقى باين فيه. لو ما انتش حابه فيها توم، حطي ريحه التوم اللي هو الطعم البودره ده. تمام. المكرونه حسب الرغبه، لو انا عايزه ازود مكرونه سباكيتي، لو ولادك بيحبوها قوي زوديها. انا بقسمها نصين وبحطها على وش الحله كده. على فكره ازود شويه ميه صغيرين كمان، لما بس اضغطهم في الحله كده والاقي المكرونه نفسها مش متغطيه. تمام. هكسر بس كده نصين. طب انا بكسرها ليه؟ علشان بس تبقى مظبوطه في الحله معايا. الكميه دي هتبقى كفايه قوي. هبدا اديله تقليبه كده، يعني ايه، انزله في الميه بتاعتي او في المرقه. كل ده النار عاليه على الاخر على ما تغلي. هنزل بقى بشويه ميه صغيرين وهغطي عليه اكني بسوي رز. ساعه ما هيشرب ههدي النار عليه، وشايفين نقطه صغيره بس اظبط المعيار بس. ههدي النار عليه واسيبه يرد، وبعد ما يرد ده اشقه او افككه من بعضه كده. تعالوا بقى نعمل الثلاث اصناف دقات اللي احنا بنعملهم كل واحده في حله. يعني الشطه والدقه والصلصه، الثلاثه دول هعملهم في حله واحده بتكنيك واحد. تمام. هحط ايه؟ هحط شويه توم محترمين كده اهو، وهبدا احمرهم. مجهزه جنبي خل، ومجهزه جنبي شطه، ومجهزه جنبي الطماطم بتاعتنا. طب الطماطم انا فرماها في الخلاط وخلاص ولا ايه؟ لا طبعا. انا بسوي الطماطم، بجيبها افرم اقطعها مكعبات، واحطها في حله على النار مع فصين توم، واسيبها تستوي مع نفسها من غير ميه. وبعد ما تبرد اضربها بالهاند بلندر او بالخلاط، واصفيها واعينها في التلاجة اطبخ منها.
الطريقه دي بتسهل عليا قوي، مستويه ني في ني، وحطيت فيها معلقه سكر واحده عشان الحموضه، وجاهزه معايا. تمام. انا اسفه ان انا بتكلم بسرعه وكتير، عشان بس اوصل لكم كل التكات اللي انا عملتها مع الكشري بتاعي، وبقت جميله جدا. اللي انا بفضيه طبعا دلوقتي ده خل، هحط حوالي نص كوبايه خل، نص كوبايه اللي هي المج دي، نص هفضيه على التوم. التوم يا دوبك اصفر بس، ما خدش لون قوي معايا عشان ما يسودش، يعني في كذا واحده في الجنوب كده خدت لون خفيف. هبدا بقى احط توم، بصل، كل الحاجات دي بودر، وهحط كمون، وهحط كزبره وشويه فلفل اسمر. تمام. هقلب ده كله مع بعض، وذره سكر صغيره علشان طبعا احنا حاطين خل عشان الدقه. تمام. هنزل بالطماطم بتاعتي، بس ده اما الخليط ده يغلي هنزل بالصلصه بتاعتي او الطماطم بتاعتي، وغلوه واحده واطفي عنها، اظبط ملحها واطفي عنها. طيب انا غلوه واحده ليه؟ لو انت حاطه طماطم مضروبه في الخلاط ومصفيه، هتسيبيها تغلي شويه تتسبك، وبعدين تزوديها ميه وتظبطي ملحها. انما انا زي ما قلت لكم انا مسوياها ني في ني، فهتغلي معايا غلوه. وشايفين لون الطماطم عامل ازاي وسمكها ما شاء الله. وغلوه واحده بس هزودها شويه ميه، انا هامله الحله كلها على فكره لغايه اما السمك المطلوب اللي انا محتاجاه. يعني في ناس بتحب الصلصه تقيله قوي، وفي ناس بتحبها نص نص، احنا ما بنحبهاش تقيله قوي قوي يعني. شايفين لونها عامل ازاي ما شاء الله عسل. انا بقى عملت ايه؟ الشفشه اللي انا فرمه فيه مصفيه فيه، كملته ميه وحطيته، هيغلي، وهظبط الملح وكده تمام قوي. طيب انا بعمل ايه في الورد او في البصل بتاعنا المحمر؟ انا ما باجيش يمه خالص. شايفين الحله ما شاء الله استوت اهي، ههدي عليها النار واسيبها تردد بقى. الورد الشطه كنت نسيت احطها فحطيتها، المفروض تتحط مع التوم والخل اهي شطه. المهم يعني الحله بتاعتنا ساعه ما هتغلي غلوه هطفي عنها. طب انا هعمل ايه في الورد بتاعنا؟ زي ما قلت لكم احنا بقى بنجيب حاجه حلوه كده، بنوفر برضو في الزيت وفي القليه وفي الكلام ده كله في نسبه الدهون. فبنجيب كيسين شيبسي كده، اي ماركه يعني غير مقاطعه، وتبداي تكسريهم كويس كده جدا وتحطيهم على الطبق. تعالوا نشوف بقى الطبق بعد الغرف. شايفين الرز عامل ازاي؟ ما هوش معجن، والمكرونه ما شاء الله الاسباجيتي كله ما شاء الله زي العسل اهو، ما هوش معجن خالص ومفرفر وزي العسل. هبدأ بقى ايه؟ احط له الدقه بتاعته او الشط اللي اسمها ايه الصلصه بتاعته. وهحط له، على فكره انا عندي حمص متفرز مسلوق، بس انا ما طلعتش، ولادي قالوا لي خلاص يا ماما مش مهم حمص الدور ده، فهم بيحبوا الكشري المصري على وضعه كده. لو في حمص مش كلهم بياكلوه، يعني نفر بياكلوا والباقي ما بياكلوش، فما طلعتش حاجه من الفريزر فسيبته كده وخلاص. تمام. هحط بقى الصلصه بتاعتي، وهحط اللي زي ما قلت لكم اللهم صل على سيدنا محمد الشيبسي بتاعي. حابه تحمري بصل كتير كتير حمريه مفيش مشكله، بس الزيت ده هتعينيه في جنب تطبخي منه، هتحمري منه الشعريه وتطبخي منه. تمام. هكسر الشيبسي وهفتح الكيس احط منه اهو، هحط منه على الجنوب كده. تمام. وبالهنا والشفا. اتمنى الحلقه بتاعت النهارده تحوز رضاكم، ما خدتش وقت مننا خالص ولا مجهود، واكلنا اولادنا اكله هم بيحبوها، وطبعا اكله موفره طبعا، لا بعمل جنبها بيض ولا فراخ ولا اي حاجه في الدنيا، هي دي بس هم عايزين ياكلوا منها كل يوم بس كده. تمام. فهي اكله موفره قوي وحلوه جدا، وبجد هتعجب ولادك. اتمنى تجربيها في الحله الواحده وتقولي لي رايك فيها في الكومنتات. الى اللقاء. اسيبكم بقى مع الكشري العسل ده. طبعا هغرف طبق من الصلصه بتاعتنا هحطه جنبها، وطبق مخلل، وبالهنا والشفا.